ايه معانا مناطق محررة يتواجد فيها الثلج الصحراوي. يعني نسبة 30% من الأراضي. كم حجمها؟ يعني ما عندي تقريبا كم المساحة، لكن المهم هي 30% كم هي؟ تقريبا تمشي إلى 1000 يعني 1000 سؤال: ما دام أن لديك مناطق نسمي لك يعني المناطق، نسمي ماذا أنت؟ لك يعني المناطق المحررة دقيقة. سؤالي لك، الصوت عندك يتقطع يا أسعد. إيه. يا أخي قر، الله يرحم والديك. ما دام أن لديك مناطق محررة، لماذا أنت في أراضٍ جزائرية إلى اليوم؟ صار لك 50 سنة. لأنها يعني المناطق هذه المحررة يوجد فيها الجيش الصحراوي وليس الشعب الصحراوي. لماذا؟ لأنها يعني أرض حرب. ما تقدر يعني تجيب النساء والشيوخ لتلك الأرض لأنها أرض حرب. إيش معنى لي الصحراويين المغاربة عايشين؟ إيش معناهم؟ هم أرض ماذا؟ أرض محتلة. يا أخي أنت ما تفهم يا أسعد، أرض محتلة. طلع النبي، أنت لديك جيش ولديك دولة ولديك مناطق محررة، لماذا أنت في تندوف؟ لأنها منطقة حرب، والذي يتواجد في تندوف هم الشيوخ والنساء الصحراويات. هي فهمت؟ محررة. يعني لا تقاطعني، تشتت لي أفكاري، خليني ناقش يعني الرأي العام. كيف منطقة حرب وهي محررة؟ فهمني، لأن أنت قاعد تخربط. هل هي محررة يا ولا أخي ما؟ وش قاطعة؟ يا أخي من يتواجد فيها؟ يتواجد فيها الجيش الصحراوي. هل يتواجد فيها الجيش المغربي؟ لا يتواجد فيها الجيش المغربي. إن كانت محررة فهذا يعني أنه كان فيها حرب وأنتم انتصرتوا وحررتوها، فبالتالي عليكم أن تعيشوا فيها وتخرجوا من عند تندوف. أما إذا لم ما زال فيها الحرب فلا يحق لك أن تسميها محررة، صح؟ أراضي حرب. ليش ما نسمي محررة؟ خليها، لا تقول لي أراضي محررة، اسحبها الله يرحم والديك. فيها حرب، لكن من يسيطر عليها؟ ليس ما يسيطر عليها الجيش الصحراوي. يسيطر عليها البيرقدار، البيرقدار يسيطر عليها. يا أخي ميش بيرك دار هما قال خلاص، لك الأعمى حل عينه على فار، الأعمى الذي حل عينيه على فأر. خلاص، الدرون درون درون. خليني نكمل كلامي. ما فيش حاجة اسمها محررة. توكل على الله، واصل مداخلتك. تواصل يعني. وقلت لك يعني ثاني حاجة انك تقول يعني هذو الذي يتحكمون في الاقاليم الجنوبية هم صحراء. يا اخي ولد الرشيد الذي تدعي انت، ولد الرشيد يعني الحاكم يعني العيون، والذي يتحكم في العيون من طرحه فم يعني ليس المغرب بل طرحته اسبانيا. الذي طرح ولد الرشيد يحكم في العيون هي اسبانيا، وهو كان عميل قبل يعني الاستعمار. في وقت الاستعمار الاسباني كان عميل لدى اسبانيا ولد الرشيد. ايش قاعد كلامك يا اسعد؟ ما سمعته. ولد الرشيد هذا انتخب انتخابا. فاسبانيا من وهي اسبانيا؟ يا اخي انتخابات، شو انتخابات الخرطي من عاد له يعني من 75 الى اليوم، وهو نفس الشخص يتحكم في العيون. يا اخي انتخابات شو؟ ما دام انه يطلع بانتخابات روح نافسه يا اخي، خلي ابن عمك يا اخي المحجوب شو الثالث. شو 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 شو, شو ابني شو انتخابات؟ نعطيك يعني ثم إذا ما تعرفون ولد الرشيد هذا كان عميل لدى إسبانيا في وقت الاستعمار الإسباني. كان يعني عميل لضابط، كان يعمل في منزل عميل لضابط إسباني. يا أخي أنا نعرف ولد الرشيد، نعرف أولاد الرشيد مولي معاهم. طيب كمل. هذا ولد الرشيد انا اعرفه شخصيا، ودخلت بيته وناقشته واخذت وعطيت معه، الحمد ما في. لله الحمد لله. ياك ناقشته. لا، انا رايت بصماته داخل العيون اصلا. الحمد لله الحمد لله. اي مال انه ليس موضوعي. انا اذا تريد نفتح لك إيه. موضوع إيه. محليه داخل العيون بتشوفها افضل من الجزائر نفسها. كمل، رد على مين الراي. قال لك عنها؟ لكن لا رد تمرر المقارنات. مين قال لك افضل من الجزائر؟ على الراي. ثاني شيء يا الراي المغربي. يا اخي تشتتنا الافكار. لا تقاطعني يا اسعد. لا راح اقاطع تقاطعني. من اللايف، خلي لك يا اخي. رد لا علي. تقاطعني يا اخي. باي باي مهبس. يا الرأي المغربي. ثاني شيء يعني انا هطرح عليك يعني اسئله ويا ريت تجاوبني عليهم. مين هذه الصحراء جدة شكون حاربها؟ شكون اللي قام يعني بتصفيه الاستعمار الاسباني؟ مين حارب الاستعمار الاسباني؟ مين قام بعمليه الخنقه؟ مين قام بالعمليه ضد الاستعمار الاسباني؟ فهم الصحراويون. اين يعني نتحداك انت يا الرأي المغربي تجيب لي يعني جندي واحد مغربي كافح الاستعمار الاسباني. جندي مغربي واحد
قلب 1975 يعني حارب الاستعمار الإسباني. وأسترجع كلامي هذا يعني لخطاب الحسن الثاني حينما قال: الشعبي العزيز، غدا سوف تخترقون الحدود، إن واجدتم إسبانيا كان عسكريا أو مدنيا فعانقه وصافحه وتقاسم معه مأكلك ومشربك، وإن وجدت شخصا آخر فإن جيشك الباسل له بالمرصاد. يعني كيف تقصف الصحراويين الذي تقول انه شعبك، تقصف بالقنابل المحرمه دوليا كالفوسفور والنابال، والاسباني لا، الاستعمار الاسباني لا، يعني تحيله وادخله مخيمك واستقبله، وان فعل لك شيء فتسلح بايمانك. يا سبحان الله، يا للايمان، تسلح بايمانك. يا أخي لا تعطي عقلك لغيرك. ونعطيك خطاب يعني أنا أتكلم لك بالتواريخ. أعطيك خطاب محمد الخامس سنة 1956 حينما قال بالحرف الواحد: شعبي العزيز، لقد استرجعنا كامل التراب المغربي. فيعني في نظرك أنت لماذا لم يذكر الصحراء الغربية؟ لماذا يعني عبد الكريم جلول يعني الوزير الأول الليبي قبل ذلك أتى الحسن الثاني فقال له: نحن نريد أن ندعم الصحراويين في تقرير مصيرهم. فقال له الحسن الثاني: أنا لدي من القنابل ما يكفيني، لكن لا أريد أن أصطدم مع الإسبان، لا أريد أن أصطدم مع إسبانيا. فلماذا يعني إن كانت هذه جد هذا الصحراء هذه أرضكم، فلماذا تقاسمتوها مع موريتانيا؟ لماذا تقاسمتوها مع موريتانيا؟ مش هي أرضكم يا أخي، أرضكم. لماذا تتقاسموا مع إسبانيا؟ أنا عمري يا أسعد قريت تواريخ المستعمرات كاملة، لم أجد دولة في العالم تتقاسم أرضها مع أرض دولة أخرى، تقول لي يعني نحن نتحكم في المغرب، يعني هناك توجد الأعلام المغربية والسلطة المغربية. أنا أقول لك: سبتهم ليبيا أراضي مغربية، من يتحكم فيها؟ ما يوجد فيها الرايات هم الرايات إسبانية. مستعمر، هذه هي عقلية الاستعمار. فيعني لما تكون جاوبني يعني سؤال أكاديمي، ليس سؤال يعني الهضرة تاع القهاوي. طيب أسعد في إطار حق الرد. أي طبعا لك حق الرد. تفضل. على أي في أولى المغالطات حينما تحدثت عن مسألة إحصاء سكان مخيمات تندوف إلى غاية 2000 وللأسف الشديد 2012 وبالضبط 25 أبريل الماضي، في قرار 2044 للمرة الثانية على التوالي دعا مجلس الأمن في قراره هذا رقم 2044 الصادر في 25 أبريل عام 2012 حول قضية الصحراء المفوضية العليا للاجئين إلى إجراء إحصاء لسكان بمخيمات تندوف المتواجدة على الأراضي الجزائرية. وقوبل هذا الطلب للمرة الثانية بالرفض. للأسف الشديد الرفض هنا موضوع أو أسبابه لم يؤتوا بأسباب واضحة للمنتظم الدولي أو حتى للمتابع لهذه القضية. لماذا ترفضون إحصاء السكان؟ هل تخشون من حقيقة أن من يتواجد على هذه الأراضي أغلبهم من الأزوديين ومن التشاديين ومن مناطق أخرى في الجزائر؟ أم أنكم تسعون إلى التغطية عن حقيقة أن أقلية الصحراويين هم فقط من يتواجدون فيما يسمى بالقيادة الصحراوية، وأن الأغلبية هم لا علاقة لهم بأقاليم الصحراء؟ حديثه عن المنتخبين للأسف الشديد ذكر شخصا واحدا ولم يذكر لنا البقية. أنا سأحدثك أنه يوجد في الأقاليم الثلاثة التابعة للمملكة المغربية ألا وهي قلميم ودنون والعيون الساقية الحمراء ووادي الذهب، يوجد 37 منتخب صحراوي في الجهات الصحراوية الثلاثة في البرلمان، 21 نائب بمجلس النواب، 12 بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى 4 ممثلين على الغرف المهنية وقطاع المأجورين. ويمثل جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة والذهب وقلميم ودنون ما يوجد فيه 1430 مستشارا محليا على مستوى 86 جماعة من الجهات الثلاثة الذين تم انتخابهم خلال انتخابات الجماعية والجهوية. ويوجد أيضا 116 عضو بمجلس العمالات والأقاليم و111 عضو بالمجالس في هذه الثلاث. فبالتالي أنت تحدثت عن شخص واحد وهو خالد ولد الرشيد، لم تتحدثنا عن هؤلاء البقية ما دورهم، وهل هم حتى هم خونة، وهل هم حتى عملاء كما تدعون للأسف الشديد. أما حديث عن خطاب المغفور لمحمد الخامس والكذب عليه زورا للأسف الشديد، وصلتم إلى مستوى أن تكذبوا حتى على الأموات. أن جلالة الملك رحمه الله
لحظة. أنا سأعطي لك صوت وصورة إدارات. تحدث عن أن المملكة المغربية وأن الملكية في المغرب أو أن جلالته سيعمل على استعادة كافة أراضينا الحقة ومن ضمنها الصحراء الغربية وأيضا الصحراء الشرقية. فبالتالي محاولة اجتزاء كما تقومون دائما، حتى في قرار المحكمة الدولية أخذتم الفقرة التي تخدم أطروحتكم فقط، وتناسيتم الفقرات الأخرى التي تحدثت عن وجود بيعة بين قبائل الصحراء وسلطان المغرب. أنا حتى أكون معك واضح، أنا دائما الإخوة المتابعين يعرفونني، أنا لا أناقش مع شخص مجهول لا أعترف به ما دام أنه يقول أو قيادته أو من يمثله يقول أن لا نقاش مع المغرب وأن الكلمة الآن هي للسلاح. فأنا دائما ما كنت أطالبك وأطالب أمثالك بأن يتوقفوا عن محاولة استرجاع الصحراء من خلال التيك توك والتوجه إلى جبهات القتال، إلى الأراضي المحررة التي ادعيتها زورا وهي غير موجودة في الأصل، لأنه مناطق عازلة فرضتها علينا في المغرب استراتيجية الخط الدفاعي الذي وضعته المملكة المغربية على طول حدودها، ألا وهي ترك مساحات في الأراضي المنخفضة ووضع الجدار الدفاعي العسكري في المناطق المرتفعة، حتى عندما يكون هناك أي استهداف لجنودنا على طول الخط الحدودي يكون استهداف داخل الأراضي الصحراء الغربية، ولا يتم استهدافهم في موريتانيا أو في الجزائر، حتى لا نعطي ذريعة أو حتى لا نتسبب في إشكالات أو في سوء علاقات مع الجارة موريتانيا أو مع الجارة الجزائر. وهذا ما يحدث الآن منذ أن أعلنتم ما يسمى بالخروج من وقف إطلاق النار والدخول معنا في حرب. المملكة المغربية لحدود الساعة ما تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي وقعته مع الأمم المتحدة وليس مع أي طرف آخر، لأنه لا نعترف بشيء اسمه الدولة الصحراوية أو جمهورية البوليزاريو أو ما إلى ذلك. الآن الإشكال أنه للأسف الشديد أنت وأمثالك استغلتكم الجزائر في صراعها السياسي مع المملكة المغربية، واستغلت معاناة الصحراويين هناك لحدود الساعة على طول 47 إلى 48 سنة لم تبني لكم حتى مسكنا يليق بالإنسان، ووضعتكم في خيام لأنك أنت قريب من القيادة، لأنك أنت قريب من القيادة تضرب الطبلة للقيادة. لا تقاطعني، لا تقاطع، أكمل. أنا لم أقاطعك يعني تركتك تتحدث يمينا شمالا فاتركني أنهي مداخلتي حتى. دقيقة، هذا الأخ وين راح؟ أنا ما أشوفه. يرانا هو وقبيله من طلع لك الفوق. منين جيت؟ من انطلق؟ كيف نواقع؟ كيف نصلح؟ خلاص انزل اطلع بقسط لأنه مش واضح في الشاشة. مش واضح. أنا ما أيوه، انزل وارجع. كمل يا أخي الرأي. تحدثنا على أنه للأسف الشديد هذا الشخص وأمثاله يسيرون في اتجاه بيع الوهم للصحراويين المتواجدين على قلتهم في مخيمات الاحتجاز في تندوف، مع كامل الأسف الشديد النظام الجزائري منذ عهد بوخروبة إلى يومنا هذا يستغل معاناة هؤلاء الناس في صراعه السياسي على السيادة الإقليمية في شمال إفريقيا مع المملكة المغربية. وهذه واحدة من الأمور اللا إنسانية وجب على الجميع أن ينتبه لها جيدا، لأنه إذا تابعتم حتى الأوديوات أو التسريبات أو الفيديوهات التي تأتي من هناك، الناس هناك تتظاهر في مظاهرات من أجل حرية التنقل، ويأتي هذا الشخص وأمثاله ليحدثوننا عن أنني وجدت الحرية. أنت لم تجد حتى حرية التنقل. المملكة المغربية تضمن لك حرية الخروج والدخول إلى الأقاليم الجنوبية كيفما تشاء، وفي المخيمات ممنوع حتى أن تتنقل، في واحدة من أكبر الدلائل على أن الإنسان المتواجد هناك إنسان محتجز، وأن من تكلم فمصيره الحفرة. والحفرة معروفة هي سجن الرشيد وسجن الدهيبية وعديد السجون الموجودة هناك. وحتى في مؤخرا في هذا المؤتمر الأخير الذي نظم هناك كان هناك شخص يعني للأسف لا أتذكر اسمه الآن، لكن بعد قليل سآتي باسمه، كان يعني من الداعين لجبهة البوليزاريو، لكن تيقن أن ما تقوم به الجزائر هو استغلال لمعاناة الصحراويين في صراعها مع المغرب، فعاد إلى المملكة المغربية وبدأ يدعو الصحراويين إلى الخروج من هذا الجحيم والعودة إلى أرضهم ليعيشوا بكرامة مع مواطنيهم ومع في دولتهم في المملكة المغربية، وطلبوه بأن يأتي إلى المؤتمر. وعندما ذهب قامت الجزائر والمخابرات الجزائرية باعتقاله، ومصيره إلى يومنا هذا مجهول، وهو ما قاموا به مع مصطفى سلمى ولد الرشيد، أيضا طردوه من المخيمات. تحية. كلام
طرح راقي محترم. الشاب محمود عدك صغير للأمانة، يبدو أنه لست على المستوى أنك تتكلم. يعني طلعوا واحد من الصحراويين يكون كذا بالغ عاقل يستطيع يتكلم. هلا وسهلا. أبي طالب، كيف حالك يا حبوب؟ اهلا وسهلا، اسعد طلب الله مساءك يا اسعد. يا أخي. الحمد لله، والله لك وحشه. سنعود إليكم وبقوة إن شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك. ننتظرك بفارغ الصبر. ونحن أيضا توحشناك بزاف كما يقول المغاربة. على فكرة أنا أصبحت أدوي مغربي. لا الاحظ، اتابعك بالدقيقه، الاحظ ذلك يعني. أصبحنا نقول واخا وخا ودابة نعم كذا. الاخ الشاب الذي كان معك يبدو انه من الشباب الذين تم تلقينهم، انا اقول مع الاسف الشديد هناك اسطوانه اصبح يعني يلقنونهم اياها، ويطلع الشخص ويبدا يكرر نفس الاسطوانه. انا اريد ان الفت الانتباه ان الطرح كما يلي: هذه الاقاليم التي من حولها هذا الكلام، هذه الآن هي الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية، والقاعدة تقول عندنا، وهي قاعدة قضائية، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ففي الحقيقة الشاب الذي طرح أن نعطيه دليل أن الصحراء مغربية، يجب هو على العكس السؤال يجب هو أن يبرهن أن الصحراء غير مغربية، لأن الآن هي بيد المغرب، والمغرب عليه فقط أن يؤدي اليمين أن الصحراء مغربية. وهذا أداه الملك الراحل الحسن الثاني عندما قال: لقد أصبحت الصحراء كما كانت مغربية. إذن بالنسبة لليوم هذا الموضوع يعني يقتصر على سجالات دبلوماسية بين الدبلوماسية المغربية والجزائرية لا غير. أما على الأرض القضية قد حسمت. جميل يا أبا طالب، أشكرك. هذا بالنسبه هذه ما يدعى بالجمهوريه العربيه الصحراويه. فقط اخوتي الصحراويين من جبهه البوليساريو، اريد ان انبهكم على بعض التناقضات، لان كما قال الاخ اسعد يجب ان من يتحدث ان يتحدث بعقلانيه. اولا، هذا الاسم الجمهوريه العربيه الديمقراطيه الصحراويه، هذا الاسم في الحقيقه لا يعبر عن الواقع. اولا، عندما تقول جمهورية عربية، فالدول العربية لا تعترف بها. أين المجموعة؟ دقيقة يا أبو طالب، مرحبا. نعم. وين المجموعة؟ بدوروا عليها. والله انهم ضاعوا، الدكتور المنار السليمي والمجموعة. طيب يا أبو طالب، أنا سآخذ جانبا أسمعك ثم أسمع الأخ سمير. بارك الله. وبعد ذلك أعمل لكم جولة في هذا المنتجع الجميل في الصحراء الشرقية. جميل جدا. الجنوب الشرقي للمغرب. ولدي هنا بعض الإخوة المغاربة المحترمين هنا في الصحراء. مرحبا بكم. نوديكم تندوف. تريدوا المخيمات؟ أريد. شوف ضحكوا. طيب كمل يا أبو طالب، كمل. نعم، فيما يقول فقط أريد أن أنبه من يدافعون عن قضية جبهة بوليساريو أو هذه الدولة التي يدعونها الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية. أولا، يبدو أن الاختيار لم يوفقوا فيه. عربية لا تعترف بها الدول، لا تعترف بها جامعة الدول العربية. والديمقراطية، وكان المؤتمر السادس عشر، يعني هذا المؤتمر في الحقيقة كان بينة عليهم، لأن كما قلت أن أكبر قياداتهم اعترفوا أنه لم تكن هناك لا ديمقراطية ولا حرية تعبير. عندما يكون أخ مؤسس جبهة بوليساريو يقول أنه من غرائب الديمقراطية أن لا يعطى حق الكلمة، ويقول كذلك أبي بشراي المتحدث المستقيل من متحدث بوليساريو يقول أن الحقوق انتزعت بالقوة، أن كل من لديه قوة في جبهة بوليساريو انتزع. ما شاء الله أتاي. إذن
كمل انا معك والله، انا مستمتع طيب. بالشاي ومع كلامك. اذا طيب، اذا واخيرا اقول فقط، هذه من باب فقط التناقضات، ان من يدعي ان لديه جمهوريه لا يناضل من اجل حق تقرير مصير. حق تقرير المصير يجب ان يفضي اما الى استقلال او الى البقاء في تحت يعني المملكه المغربيه. اذا فكيف تكون لك جمهوريه ولك رئيس ولك حكومه ولك جيش وقياده اركان، وانت تذهب لتقول ساريد حق تقرير المصير؟ هذا فقط بعض الامور التي اريد ان اؤكد عليها، ان هناك تناقض كبير جدا فيما يقع، والقضيه لا تعدو سجال ونوع من العرقله من الجزائر تجاه المملكه المغربيه فقط. اشكرك يا ابا طالب، الله يحفظك يا اخي، توحشناك بزاف يا اخي. الله لا يعطيك العافيه المغربيه. لا ان شاء الله قريبا قريبا نداوم على اللايفات ان شاء الله. بس انا اليوم انتم انا توحشتكم بزاف، فقلت اطل في هذا اللايف القصير. الان الدكتور المنار السليمي ومجموعه من دكاتره الجامعه وياسر معي، وانا هنا في هذا المنتجع. عندنا اكيد حاجه في الليل. وين المجموعه يا اخي؟ اجوا ياكلوا؟ لا ياكلوا بدوني. وينهم؟ وين مشوا؟ سمير كمل يا سمير. يا عزيزي اسعد، توحشناك يا صاحبي. ترانات والله توحشناك بزاف يا اخي. توحشناك. وشنو هذا؟ ازول سمير ازول. الزول في الازول. الراي عزيزي، الراي والزول كل واحد راه في الكومنتير، وخاصه عزيزي وحبيبي مواطن. تحيه كبيره لعزيزي مواطن، وكل واحد راه في الكومنتير. امال انا كنت في الدوش على بها، ما كنتش حاب نحل الكاميرا، دوكا كملت. اسعد، توحشناك يا صاحبي. وينك؟ راه كليت مغربي يا صاحبي. ايه انا وليت نهدروا بالمغربيه. وينهم؟ اسمع، لحظه بغيت اقول لك واحد الحاجه. انا ماشي جزائري اسعد. دوك انت علاش راك دير لي هكذا يا صاحبي؟